صباحكم الله بالخير. أكيد مع اقتراب أيام العيد من أهم الأمور اللي يحرصون عليها الرجال أو الشباب هي الدشداشة. هذه الدشداشة أو الثوب أو الجلابية مثل ما يسمونها على اختلاف مسمياتها تعتبر من أهم الأمور اللي الواحد يكشخ فيها خلال أيام العيد. أنا موجود في سوق الأقمشة الحين، راح أتعرف على أنواع الخامات والهبات الجديدة اللي يخلونها الشباب في هذه الدشداشة، وبالمرة بعد راح أخلي دشداشة قبل الزحمة. والله هذه الياباني أحسن خام الموجود متر 3 دينار وأرضين، يعني ديجاشة 3 متر ياخذ ديجاشة ب9 دينار، خامته جيدة. هذا أحسن نوع الياباني هذا. الأسعار عندنا ثابت عندنا، بس في أنواع عندنا ياباني في دينار ونص، في دينارين، في 3، في 4. في ياباني أنواع، في عندنا بعد سويسري، إيطالي، فرنسي، في إسباني وألماني، هذا كله أنه موجود عندنا. يا جديد يعني في ايام هذا في يلبسون زرار بدل زرار طباقي زين مشان سهل سكتر. وفي بعد انا عندي في ماكينه خاص مشان حشوات احنا نجيب من المانيا زين، بطريق دبي يجي من المانيا، مصنع المانيا حشوات مشان هذا بالقوله. هذا بالكويت قليل استعمل يعني في ناس زين. هذا في بعض ماكينه عندي خاص مشان تلزيق، هذا من نجيبه من ايطاليا انا ماكينه. شفنا معاكم مشاهدينا أنواع الخامات المختلفة وتعرفنا على أسعارها وأهم الخامات اللي الشباب هابين فيها الأيام. أنا عن نفسي دشداشتي راح تكون جاهزة خلال أيام. اللي للحين ما سوى دشداشة العيد يلا يمدي. أقول لكم كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. والحين عودة إلى الزملاء في استوديو صباح الخير.